بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد في البيت السعيد. البيت السعيد الذي أصبح مطلبا عند الكثيرين صعب المنال. في بيوت كثيرة طبول للحرب تدق، ودماء تسفك، وأرواح تزهق، وطفولة تعذب، وبيوت تهدم، وأجواء من التوتر الدائم والقلق المستمر، والخوف الذي يقض المضاجع. للأسف هذه أحوال كثير من بيوتاتنا، وهي في ازدياد مستمر. الإمام مسلم والإمام أحمد رضي الله تعالى عنهما يرويان عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء، وفي رواية على البحر، ثم يبعث سراياه أي جنوده، عساكره، أزلامه، فأدناهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، الذي يقرب إلى رأس قائدهم إبليس الكبير. هؤلاء الأبالسة الصغار أقربهم مجلسا من إبليس الكبير هو أعظمهم فتنة في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيجيء أحدهم ويقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيء، أي أنا لازلت بالرجل حتى سرق، لازلت بالرجل حتى شرب الخمر، لازلت بالرجل حتى سب وشتم، لازلت بالرجل حتى اغتاب ونم. كل هذه المعاصي والفواحش، وإبليس الكبير يقول لذلك الإبليس الصغير: ما صنعت شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يستكمل في الحديث: فيجيء أحدهم ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. أنا لازلت لم أترك هذا الرجل أو ذلك البيت حتى اصطنعت فتنة هوجاء أدى من خلالها إلى الطلاق، وإلى الشقاق الدائم، وإلى التفرق بين الرجل وزوجته. ويجيء أحدهم ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيدنيه منه ويقول: أنت في رواية: نعم أنت، يعني يا هيك الرجال يا بلا، يعني يا هيك الشغل يا بلا، يا هيك المعصية الكبيرة التي تستاهل يا بلا. ولربما لا أحيد عن الصواب لو قلت إن أكثر عمل أعوان إبليس عندنا نحن المسلمين في المغترب، وليس بذاك يخفى عليكم جميعا. ودعوني أضرب لكم أمثلة قرأتموها على مدى هذه السنين كعناوين في كثير من الصحف ومواقع الانترنت الرسمية لدول المغترب. على سبيل المثال: أب حاول قتل ابنته لأنها صاحبت شابا أوروبيا غير مسلم، فهربت معه وأدخل الأب السجن. أو شاب تزوج أوروبية لتعطيه الأوراق والإقامة في مقابل أن يروي ظمأها، أبى عليه شرفه وتقاليده إلا أن يمنعها من العلاقات خارج إطار الزواج، فطردته وأصبح مشردا. أو أخ طلق زوجته على الأوراق ليحضر أخاه من خلال عقد زواج صوري إلى أوروبا، فأمسكها الأخ لنفسه وترك أخاه في مشفى القسم الأمراض العصبية. أو كبير عائلة يزوج ابنته
من ابن أخيه التي لا تعرفه أصلا فقد تربت في المغترب ولم تتعرف على العائلة، ليمنح من خلال هذا الزواج أوراقا وإقامة لابن أخيه. البنت تهرب ولا تزال تنتقل من سوء إلى أسوأ. أسرتان تختلطان من دون ضوابط، فتطلب الزوجة من المحكمة أن تطلق من زوجها لتتزوج من صديق زوجها بعد أن طلق هو أيضا زوجته، وتطلب من الشرطة التوقيع من قبل الزوج الذي يتم من خلاله التعهد بعدم الاقتراب من منزلها مسافة 10 كيلومتر. هذه عناوين أسرة رزقت بمولود بعد طول انتظار وعناء وعلاج وشقاء مكلف، ثم يهين هذه الأم أمام عين ابنها فيدب الشقاق ويحدث الطلاق وينتهي إلى طول فراق. أو زوجة واحدة لرجلين، زوجة على الأوراق لواحد وبالاتفاق وحقيقة لآخر. زوج متميز مثقف متدين ينهار بالضرب على زوجته إلى قريب من الموت، تتدخل الشرطة والعائلة كلها مهددة بخسران كل شيء، الأسرة والمال والأولاد والوظيفة، ناهيك عن السمعة السيئة التي يعطيها للمسلمين بشكل عام أو للاجئين والمغتربين. هذه عناوين كثيرة وتلمس صدى كل ذلك من خلال السمعة السيئة للاجئين وللمغتربين عند المراكز الاجتماعية التي تصنف الرجل الشرقي أو المسلم كرجل ذو مخالب لا يؤمن جانبه، ولذلك تراهم على اتصال دائم مع الزوجة أو الفتاة أو المرأة ويسعفونها برقم تليفوني لتستنجد بهم عند اللزوم. وربما توافقونني الرأي إن قلت أن أغلب من يسكنون في الدول الإسكندنافية في كريسا سنتر أو بمخيمات النساء في ألمانيا وبعض الدول الأخرى أغلبها من اللاجئات أو المغتربات المسلمات أو من الشرق الأوسط. هل تساءلتم عن السبب؟ هل تساءلتم لماذا هذا النار في هذه البيوت؟ ولما إبليس قاعد متربص للعوائل المغتربة بهذه الصورة؟ البعض قد يقول أنت تهول من الأمور. لا يا سادة، لا أهول من الأمور، فكل منا ينظر من المنظار الذي بين يديه. وأنا بحكم عملي منذ 15 عاما إماما وخطيبا في المساجد ومصلحا اجتماعيا وشرعيا في السجون أستطيع القول أن الخطر أكبر من ذلك بكثير. وهذه العناوين التي ذكرتها ما هي إلا شيء بسيط من الواقع الذي يحصل. والسبب في ذلك أيها الأحبة بتصوري وبقناعتي غياب الميزان والمنهج الذي يؤسس عليه البيت. حتى أولئك الذي يظهر عليهم سمات التدين أو الإسلام تجد عند الكثيرين منهم الإسلام لا يعني لهم إلا الرسم والشكل والصورة والقالب، لكن حقيقة الإسلام لم تتجذر في القلوب. هو ردد خلف المأذون زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله، لكنه أصلا لم يعرف ما هو كتاب الله ولا سنة رسوله. أكثر من ذلك، لربما هو لا يؤمن لا بكتاب الله ولا بسنة رسوله ولا بالإمام الذي كان مضطرا بالجلوس بين يديه، هكذا كان مفروضا عليه من قبل العائلة. لذلك من أجل أن تكون حياتكم الزوجية سعيدة ذكرنا قواعد علينا العمل بها. ذكرنا قاعدة التجاوز عن الأخطاء، وذكرنا قاعدة الاحترام المتبادل بين الزوجين، وذكرنا قاعدة التعاون المشترك بين الزوجين في الأعباء. القاعدة التي نحتاج إليها الآن بعد ذكر هذه القواعد الثلاثة هي التوبة. توبة الزوج وتوبة الزوجة، التوبة إلى الله والرجوع إلى الله
وتمتين الصلة بالله. هذه قاعدة مهمة جدا، فضلا عن كونها فرض وواجب على الإنسان دائم التوبة إلى الله عز وجل ودائم الرجوع إلى الله عز وجل. لكن هنا ونحن نتحدث عن السعادة الزوجية فالتوبة مهمة جدا، وهي قاعدة ثابتة من قواعد السعادة الزوجية، وذلك لأن التوبة سبب لجلب التوفيق من الله عز وجل. الحياة الزوجية أيها الأحباب توفيق من الله وفضل من الله، لا يغرنك شهادتك ولا وظيفتك ولا منصبك ولا مكانتك الاجتماعية. الحياة الزوجية والسعادة الزوجية في النهاية توفيق من الله عز وجل. نحن تحدثنا عند آليات اختيار الشريك، قلنا الدين، صاحب الدين أو صاحبة الدين مع الأخلاق. دين بلا أخلاق لا ينفع. أقصد أيها الأحبة أن الاختيار وفق الدين والأخلاق من كلا الطرفين. الرجل مؤمن ويتزوج من صاحبة دين وخلق، وكذلك الفتاة يأتيها من ترضى دينه وخلقه. هنا يوضع الميزان، وهنا يوضع الحكم والمرجع عند حصول طارئ. ذكرت لكم سابقا قصة زواج القاضي شريح. القاضي شريح أيها السادة هو من كبار التابعين، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلتقي بالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لأنه كان في اليمن في حضرموت، ولم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو يعتبر تابعيا وليس صحابي. أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنين على يد الإمام علي بن أبي طالب، وولاه سيدنا عمر بن الخطاب القضاء على الكوفة، وظل قاضيا في الكوفة 60 عاما. قال عنه الإمام علي: شريح أقضى العرب. شريح هذا هو الذي حكم لليهودي ضد الإمام علي رضي الله عنه. أنتم تعرفون تنازع الإمام علي رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين مع يهودي على درع، فاحتكما إلى القاضي شريح الذي قال لأمير المؤمنين علي: يا أمير المؤمنين، هل من بينة على أن الدرع لك؟ قال: نعم، الحسن ابني يشهد أن الدرع درعي. قال شريح: يا أمير المؤمنين، شهادة الابن لا تجوز. فقال الإمام علي رضي الله عنه: سبحان الله، رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته. فقال: يا أمير المؤمنين، ذاك في الآخرة، أما في الدنيا فلا تجوز شهادة الابن لأبيه. فقال الإمام علي: صدقت، الدرع لليهودي. فقال اليهودي: أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه، أشهد أن هذا الدين على حق، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأن الدرع درعك يا أمير المؤمنين سقط منك ليلا. وأهدى أمير المؤمنين علي الدرع فيما بعد لذاك اليهودي بعد أن أسلم. شريح هذا أيها السادة ذكرت لكم قصته مختصرا سابقا. كان يمشي في زقاق من أزقة الكوفة، فلقيه الإمام الشعبي وهو من كبار التابعين، محدث وفقيه. وهذه القصة أيضا يرويها الإمام الشعبي، يقول: لقيني القاضي شريح فقال لي: يا شعبي، إذا رغبت في الزواج فعليك بنساء بني تميم، فإني رأيت لهن عقولا راجحة وأدبا جما ودينا وخلقا. قلت: وكيف ذاك يا شريح؟ قال: لو شهدتني يا شعبي ليلة زفافي،
وقد أقبلت نساء بني تميم معها حتى أدخلوها علي. فقلت حين دخلت عليها أردت أن أقترب منها، لكنها قالت: توقف، إن من السنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم ويصلي ركعتين ويسأل الله عز وجل من خيرها ويتعوذ من شرها. فقمت فتوضأت فإذا هي تتوضأ مثلي، وصليت فإذا هي تصلي بصلاتي. فلما قضيت صلاتي دنوت منها ومددت يدي إلى ناصيتها لأكشف الغطاء عن وجهها، فقالت: على رسلك يا أبا أمية. ثم قالت: الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله، أما بعد، فإني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأجتنبه، فإنه قد كانت لك زوجة سابقة في قومك، والآن قد ملكت، فاصنع ما أمرك الله تعالى به، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك ولجميع المسلمين. شريح يقول للشعبي: فوالله لقد أحوجتني الفتاة إلى الخطبة في ذلك الموضع، فقلت: الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله، أما بعد، فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظا لي، وإن تدعيه يكن حجة عليك. إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها. فقالت: كيف محبتك لزيارة أهلي؟ قلت: ما أحب أن يملني أصهاري. قالت: فمن تحب من جيرانك يدخل دارك فآذن له، ومن تكره منهم فأكرهه. قلت: بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. قال شريح: فبت معها يا شعبي بأنعم ليلة وأسعدها، ومكثت معي 20 سنة، وما عبت عليها شيئا في تلك السنين كلها إلا يوما واحدا، وكنت لها ظالما أيضا. وكان لي جار من كندة يقال له ميسرة بن عدي، أسمعه كل يوم يضرب زوجته ويؤذيه بلسانها. فقلت في ذلك: رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني حين أضرب زينب، أضربها من غير ذنب أتت به، وما العدل مني ضرب من ليس مذنب، فزينب شمس والنساء كواكب، إذا طلعت لم تبد منهن كوكب، وكل محب يمنح الود ويعذره يوما إذا هو أذنب. أنا أقصد من هذه القصة كلها أيها السادة أن عندما عاش مع هذه المرأة 20 عاما، لأنهما وضعوا ميزانا عليه يمشون، حتى تكون بيوتكم بيوتا سعيدة، وحتى تكون بيوتكم جنة، عليكم أن تضعوا الميزان، وميزانكم الذي يجب أن تلتزموا به ما أخذتم على أنفسكم عهدا، وما استحللتم به الفروج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله.
والتوبة هي أولى الأمور التي عليكم القيام بها منذ هذه اللحظة. عسى الله عز وجل أن يرزقكم التوفيق والسعادة في بيوتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أسأل الله عز وجل أن يرزقكم التوبة والإخلاص، وأن يرزقكم التوفيق والسعادة الزوجية. وإلى غد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.